السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في وصفات آمنة حضرت لكم طريقة مرقة فول بطريقة رائعة وبطريقة سهلة يعني ما تتطلبش وقت كبير. نبداو في الوصفة تاعنا. عندي فول هنا اللي كنت ديجا قشرته وغسلته ونحيت له الشابو تاعو هذيك اللي من الفوق. عندي عصير تاع ليمون، زوز مغارف تقريبا، وعندي ثوم، عندي زوز قرون فلفل حار. وهنا الاشوار ديجا كنت رحيت فيها الطماطم كعبة متوسطة والبصل. نجيو هنا نحطو في البرمة البصل والطماطم ونقليوها مليح، ونزيدو لها بعد ما يذوب ذاك البصل نزيدو لها مغرف ونص تاع طماطم مصبرة. هنا هاني نقلي فيها. فوالا هاي تتقلى الطماطم تاعنا. بعد ما تتقلى نزيدو نحطو لها التوابل والملح. حطيت هنا ملح، حطيت راس حانوت، حطيت فلفل عكري وسكنجبير وفلفل كحل والكمون. بطبيعة الحال الفول لازم يكون معاه الكمون. ونخليو البرمة تاعنا تتقلى مليح. كي تقلى البرمة مليح يعني راح تجينا الماكلة تاعنا بنينة. بعد ما تقليت الطماطم مليح نزيدو عليها الفول ونخليه يتقلى هو تانا مليح مع هذيك الطماطم. ونزيدو هذيك العصير تاع الليمون تاع زوز مغارف باه ما يجيش الفول تاعنا اكحل ولا صاص تاعو كحله. ونخليه نغطيه ونخليه حتى يدخل الطياب. هنا بعد ما طاب الفول وطرا نزيد له زوز قرون تاع الفلفل ونصب له الماء سخون. ونغطي البرمة ونخلي حتى تنشف هذيك لاصوص وتختار. هنا طاب الفول واختارت هذيك لاصوص جات ريحة تشهي. نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتخليوا لي تعليقاتكم. احبائي اذا نخليكم بخير وسلام. نتمنى انكم تعملوا اشتراك على القناة وتفعيل الجرس وما تنساوش الجيم. اذا دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.